صباح الخير. النهاردة هنعمل مع بعضينا حواوشي بجد وهمي. طعمه حلو قوي وبمقادير بسيطة جدا، لكن هيطلع معاكي حلو قوي. مش هتقدري ان انتي تغيري الخلطة بتاعة الحواوشي دي، وفي نفس الوقت جوسي ومن بره مقرمش وجميل جدا. انا كنت مقدمة معاه سلطة طحينة، وتقدروا كمان تقدموا معاه سلطة خضراء. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي لو اعتمدتوها مش هتقدروا ان انتوا تغيروها خالص. هيفضل معاكم على طول، لان هي تحفه جدا زي بتاعه بره وانضف بكتير. المقادير عندي بصلايه كبيره متقطعه، وفلفل رومي، وفصين من الثوم، وفلفلتين من الفلفل الحامي. تقدروا ان انتوا تزودوا، لان هو مش حراق ولا اي حاجه، هو مدي بس طعم حلو. ضربته في الكبه ضربه حلوه، وحطيته على كيلو الا ربع من اللحمه المفرومه، فيها نسبه شويه من الدهن، وحطيت عليها معلقتين كبار من الليا. بتنقل بجد الحواوشي في حتة تانية خالص. ومعلقتين كده من الزيت عشان اعرف ادعك كل الكمية بتاعتي مع بعضيها. بالنسبة بقى للتوابل بسيطة جدا، بس عايزة اقول لكم ان هي مفيش اكتر من كده توابل بتتحط على الحواوشي. بره ما بيحطوش الافتكاسات اللي احنا بنعملها خالص. هنحط ملح وفلفل اسود، ومعلقتين كبار من السبع بهارات، او معلقتين كبار من توابل الحواوشي. هنخلط الخلطة كويس جدا مع بعض، وبعد كده لازم اسيبها ساعة على جنب عشان اللحمة تتشرب من التتبيلة. ما تستهونيش بالخطوة دي، مهمة جدا. بعد الساعة ببدأ بقى اجيب العيش بتاعنا. انا مش عارفة العيش بقى مني صغنن خالص يعني، مش عارفة ازاي كده، بس ما علينا. يا العيش البلدي الا العيش الابيض. وهنبدأ ان احنا نحشيه كده زي ما انتم شايفين، ونضغط عليه كويس قوي عشان اللحمة تكون متوزعة، وفي نفس الوقت الوش اللي من فوق يثبت على اللحمة. خلصت الكمية بتاعتي كلها. بعد كده هجيب بقى جريل على النار، واحط فيه معلقتين من الزيت وقطعة من الليا. الليا حلوة جدا في الحواوشي، سواء كان من جوه او في السوا زي ما انتم شايفين كده. بديها تشويحة على الزيت. وبعد كده هبدأ بقى اجيب العيش بتاعي واسويه. النار عندي بتكون عالية، وما تقلقوش اللحمة كده كده هتستوي. بنبدأ ان احنا كل شوية من الوقت للتاني نوزع كده زي ما انتم شايفين بالسكينة، علشان اللحمة ما تكشش مني، وتبقى متوزعة في كل الجوانب بتاعة الرغيف. بس كده، وبخلص الكمية بقى بتاعتي كلها بالشكل ده. طبعا انتوا مالكوش دعوة بالشغل اللي بيحصل ده، اوعوا تعملوه في البيت. بس كده، اللي عايزه اقول لكم بقى جربوا الخلطه دي وقولوا لي رايكم فيها ايه. هتعجبكم بجد جدا جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وتابعوني عشان كل جديد ينزل لكم. وعايزاكم كمان تعملوا سيف علشان الفيديو يفضل محفوظ عندكم لو حبيتوا ترجعوا تاني للوصفه. سلام.